السلام عليكم. حاجة من الحاجات اللي احنا كصناعية جبسون بورد ما بنهتمش بيها قوي وهو المسمار ابو فيشر، لان احنا في الطبيعي دايما لما بنيجي نركب المسمار ده وبنشوفه محتاج تقوية ولا لا، ولو لقينا الحيطة وحشة او السقف وحش فبنبتدي نديله مسمار زنق زي المسمار دوت، بيكون ماسك كويس. اما المسمار ده انا عايز اقول لكم من انضف المسامير اللي انا اشتغلت بيها، والمسمار ده موجود طبعا من زمان، بس مش موجود مش في كل المخازن، مخازن ومخازن لا. المسمار ده حرفيا وفر معايا وقت كتير جدا، ده غير ان هو اقوى بكتير من المسمار ده، يعني حرفيا نفس تخانة المسمار الاسود دوت مرة ونص، والراس بتاعته اكبر سنة من المسمار الاسود ده. طبعا الصناعية فاهمة قصدي انا بتكلم عن ايه، لان الراس دي تقريبا نفس تخانة البنطة الستة، فلو انت ما اديتلوش مسمار زن او الخرم وسع شوية في الزاوية فبيبتدي المسمار ده يسقط جوه. اما المسمار ده عكسه خالص، لان الراس بتاعته كبيرة جدا وفيها سماكة من تحت. السماكة بتاعته ديت بتعمل زي حشو او تماسك ما بين الزاوية وما بين الحيطة، بتعمل عملية زنق زي نفس فكرة المسمار التك. فحرفيا المسمار ده جامد جدا، وبنصح كل الصناعية ان هو ان هي تشتغل بيه، لان المسمار ده حرفيا كويس جدا وما بيحتاجش تقوية، وحرفيا حاجة تحطها في الحيطة او في السقف وتنساها. بس كده، سلام عليكم.